مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية بالمغرب، كيف غير التعليم الحديث مسار الطائفة اليهودية، بقلم الأستاذة فتيحة شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. شكل تأسيس مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية بالمغرب أحد أبرز التحولات التي عرفتها الطائفة اليهودية المغربية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إذ لم تكن هذه المؤسسات مجرد فضاءات للتعليم، بل مثلت مشروعا اجتماعيا وثقافيا واسعا استهدف تحديث أوضاع اليهود المغاربة وربطهم بمنظومة تعليمية عصرية مستوحاة من النموذج الأوروبي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جزء من خصوصيتهم الدينية والثقافية. وجاء هذا المشروع في سياق تأسيس الرابطة الإسرائيلية العالمية بالعاصمة الفرنسية باريس سنة 1860، وهي جمعية يهودية دولية جعلت من تحسين أوضاع الجماعات اليهودية في الشرق وشمال إفريقيا أحد أبرز أهدافها. وسرعان ما حظي يهود المغرب باهتمام خاص داخل الرابطة، بعدما كشفت تقارير مبعوثيها عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي كانت تعيشها العديد من التجمعات اليهودية داخل الملاحات، وهو ما دفع مسؤوليها إلى اعتبار التعليم الوسيلة الأكثر نجاعة لإحداث تحول حقيقي داخل هذه الأوساط. وكان المستشرف الفرنسي جوزيف هاليفي من الأوائل الذين لفتوا انتباه الرابطة إلى أوضاع يهود المغرب، بعدما رفع تقريرا مفصلا عقب زيارته للمملكة سنة 1861 ووصف فيها الظروف المعيشية والتعليمية التي تعانيها الطائفة اليهودية في وقت كان فيه عدد من أعضاء الرابطة قد سبق لهم زيارة المغرب وتقديم مساعدات إنسانية خلال فترات انتشار الأوبئة والمجاعات، قبل أن يخلصوا إلى أن الحل الحقيقي لا يكمن في المساعدة الظرفية وإنما في نشر التعليم العصري. واقتنع رئيس الرابطة نارسيس لوفن بأن المدرسة ستكون المدخل الأساسي لإخراج اليهود المغاربة من العزلة الاجتماعية والثقافية، ولذلك سارعت الرابطة إلى افتتاح أول مؤسسة تعليمية لها بمدينة تطوان في 28 من دجنبر 1962 تحت حماية فرنسا وبريطانيا، لتبدأ بذلك تجربة تعليمية جديدة سرعان ما امتدت إلى مدن مغربية أخرى بدعم من جمعيات يهودية أوروبية. وخلال سنوات قليلة توسعت شبكة مدارس الرابطة لتشمل طنجة وتطوان والدار البيضاء وفاس والصويرة ومراكش ومدن أخرى، كما تم إنشاء مدارس مهنية لتكوين أبناء الأسر الفقيرة في الحرف والصناعات، فضلا عن مؤسسة خاصة بتعليم الفتيات، وهو ما اعتبر آنذاك خطوة غير مسبوقة داخل المجتمع اليهودي المغربي، حيث كانت فرص تعليم الإناث محدودة مقارنة بالذكور. واعتمدت هذه المدارس برامجا تعليمية حديثة بالنسبة لذلك العصر، إذ أصبحت اللغة الفرنسية لغة التدريس الأساسية إلى جانب تدريس الإنجليزية والإسبانية والإيطالية، فضلا عن الرياضات والعلوم الطبيعية والكيمياء والجغرافيا والتاريخ، مع تخصيص حصص للعبرية والدراسات الدينية اليهودية. أما اللغة العربية فقد ظلت لفترات طويلة غائبة عن المناهج، قبل أن يبدأ إدراجها تدريجيا في مراحل لاحقة، خاصة بعد استقلال المغرب. كما أولت الرابطة اهتماما خاصا بالتكوين المهني، حيث خصصت برامجا تمتد لعدة سنوات لتعليم الصناعة والحرف، إضافة إلى دروس مسائية في الرسم والهندسة والمحاسبة، بينما تلقت الفتيات تكوينا في الخياطة والتطريز وصناعة الزراب والتدبير المنزلي، في محاولة لتمكينهن من اكتساب مهارات تؤهلهن للاندماج في الحياة الاقتصادية. وكانت الرابطة تتولى بنفسها اختيار المدرسين وإرسالهم إلى المغرب بعد تخرجهم من مؤسساتها التعليمية بباريس، وكان أغلب هؤلاء ينحدرون من تركيا واليونان وبلدان البحر الأبيض المتوسط، حيث أوكلت إليهم مهمة نشر اللغة الفرنسية والثقافة الحديثة داخل الأحياء اليهودية المغربية. ورغم النجاح الذي حققته هذه المدارس، فإنها واجهت في بدايتها معارضة قوية من عدد من الأحبار اليهوديين التقليديين، الذين اعتبروا أن التعليم العصري يهدد الهوية الدينية للطائفة ويبعد الأجيال الجديدة عن التعليم التقليدي داخل الكتاتيب والمعابد. كما رأى بعضهم أن المناهج الجديدة لا تعكس خصوصية المجتمع اليهودي المغربي ولا تنسجم مع نمط عيشه وثقافته المحلية. وللتخفيف من حدة هذه المعارضة، عملت الرابطة في بعض المناطق خاصة بمنطقة سوس على الإبقاء على مكانة مهمة للغة العبرية والمواد الدينية داخل البرامج التعليمية، كما سمحت للأحبار بتدريس بعض المواد الدينية في محاولة للتوفيق بين متطلبات التعليم العصري والمحافظة على المرجعية الدينية للطائفة. ومع اتساع شبكة المدارس ارتفع عددها إلى 28 مدرسة سنة 1914، كانت تستقبل حوالي 5000 تلميذ،
قبل أن يصل العدد إلى 46 مؤسسة تعليمية سنة 1939 تضم أكثر من 15,000 تلميذ، ثم يرتفع إلى حوالي 28,000 تلميذ مع بداية خمسينيات القرن الماضي، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي لعبته هذه المؤسسات في تعليم أبناء الطائفة اليهودية بالمغرب. وخلال فترة الحماية الفرنسية شهدت مدارس الرابطة مرحلة جديدة بعدما فرضت ظروف الحرب العالمية الأولى صعوبات مالية كبيرة على الجمعية، لتوقع سنة 1915 اتفاقية مع إدارة التعليم التابعة للحماية الفرنسية أصبحت بموجبها هذه المؤسسات خاضعة لإشراف الإدارة الاستعمارية التي تولت مراقبة المناهج واختيار المدرسين وتمويل المؤسسات، وأطلقت عليها تسمية المدارس الفرنسية الإسرائيلية. وأدى هذا التحول إلى تقليص حضور المواد الدينية اليهودية داخل البرامج، كما تم إبعاد الأحبار عن التأطير التربوي، وهو ما أثار مجددا احتجاجات داخل أوساط الطائفة التي اعتبرت أن المدرسة أصبحت وسيلة لنشر النموذج الثقافي الفرنسي أكثر من اهتمامها بالحفاظ على الهوية اليهودية المغربية. وبعد سنوات من الجدل تمكنت الرابطة سنة 1924 من استعادة جزء مهم من صلاحياتها في تدبير مدارسها عقب توقيع اتفاق جديد مع سلطات الحماية في إطار توازن بين رغبة الإدارة الفرنسية في مراقبة التعليم وسعي الرابطة إلى الحفاظ على خصوصية مؤسساتها. ومع استقلال المغرب سنة 1956 دخلت هذه المدارس مرحلة جديدة، خاصة مع موجات هجرة اليهود المغاربة نحو إسرائيل وأوروبا وأمريكا الشمالية، وهو ما أدى إلى تراجع عدد التلاميذ بشكل ملحوظ لينخفض من أكثر من 30,000 تلميذ سنة 1959 إلى حوالي 8,000 فقط مع نهاية ستينيات القرن الماضي. كما شرعت الدولة المغربية في إدماج عدد من هذه المؤسسات ضمن المنظومة التعليمية الوطنية مع الحفاظ على بعضها في إطار التعليم الخاص، في وقت أصبح فيه التعليم العمومي يستقطب عددا متزايدا من أبناء الطائفة اليهودية. وفي الوقت الحالي تواصل الرابطة الإسرائيلية العالمية الإشراف على 4 مؤسسات تعليمية بمدينة الدار البيضاء تضم مئات التلاميذ من اليهود والمسلمين على حد سواء، وتعمل وفق النموذج التعليمي الفرنسي المعتمد بالمغرب. وتعد المدرسة العبرانية والمدرسة الميمونية من أشهر هذه المؤسسات، إلى جانب مدرسة نارسيس لوفن ومدرسة دار السماح الخاصة بالتعليم الأولي. وتتميز هذه المدارس بانفتاحها على التلاميذ المسلمين، حيث يتابعون الدراسة إلى جانب زملائهم اليهود في مختلف المواد، كما يدرسون اللغة العبرية باعتبارها لغة وثقافة دون إلزامهم بتلقي الدروس الدينية اليهودية، وهو توجه اعتمد منذ مطلع الألفية الثالثة مراعاة لخصوصية كل ديانة. وتبقى مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية شاهدا على مرحلة مهمة من تاريخ التعليم بالمغرب، إذ أسهمت في تكوين أجيال من اليهود المغاربة الذين برزوا في مجالات التجارة والاقتصاد والطب والقانون والثقافة، كما شكلت تجربة تعليمية فريدة تعكس التحولات التي عرفها المجتمع المغربي، وتبرز المكانة التي احتلتها الطائفة اليهودية في تاريخ المملكة ضمن نموذج حضاري قائم على التعددية والتعايش والانفتاح.